المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يعود إلى البلاد مختتما زيارته الرسمية للصين. رؤساء الدول والحكومات يبعثون ببرقيات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال. كأس هدية الاستقلال يستقبل بحفاوة في حلحل وحمل مالو. عشرات القتلى وآلاف النازحين وسط نيجيريا في اشتباكات بين مزارعين. انطلاق أعمال القمة العربية 32 في جدة. ومجموعة السبع تعلن عقوبات على روسيا وتبحث حماية الاقتصاد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عاد فخامة الرئيس أفورقي إلى البلاد عصر اليوم مختتما زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية ابتداء من 14 من مايو بدعوة من الرئيس شي جين بينغ. وأجرى الرئيس أفورقي خلال زيارته للصين مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي كيانغن للدفع بالعلاقات التاريخية الإريترية الصينية وتعاون الشراكة. وزار فخامة الرئيس أفورقي رفقة المسؤولين الصينيين الشركات الكبيرة في مدينتي بيجين وتشينجو ومناطق أخرى، والتقى بالمسؤولين الحكوميين والحزب الشيوعي ومدراء الشركات، وبحث الشراكة والاستثمار من منظور أولويات التنمية في إريتريا. رافق الرئيس أفورقي في الزيارة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ووزير المالية والتنمية الوطنية الدكتور جرجيس صخلة ميكائيل ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين محمد صالح. واستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس أفورقي بحفاوة بروتوكولية كبيرة ومراسم الشرف الرسمية وإطلاق 21 قذيفة على شرفه. وستكمل إريتريا والصين في 24 من مايو 30 سنة من العلاقات الدبلوماسية الرسمية. بعث رؤساء الدول والحكومات ببرقيات تهنئة إلى الشعب والحكومة الإريترية بمناسبة الذكرى 32 لعيد الاستقلال. وبموجب ذلك بعث رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس جمهورية كرواتيا زوران ميلانوفيتش، ورئيس جمهورية الجابون علي بونغو أونديمبا، وكذلك رئيس مالاوي لازاروس ماكارتي تشاكويرا ببرقيات تهنئة، وعبروا في برقياتهم بموفور الصحة لفخامة الرئيس أفورقي والاستقرار والازدهار للشعب الإريتري، مؤكدين جاهزيتهم للعمل من أجل تطوير وتعميق علاقاتهم مع إريتريا. واصل كأس هدية الاستقلال الذي سلم من إقليم القاشبركة إلى إقليم عنسبة يوم 17 من مايو في منطقة إمبلداي، واصل رحلته إلى مديريتي حلحل وحمل مالو. وبعد مروره عبر جبل عسرتي إلى جبهة حلحل ودفاعات إندا بومبا وفينك وجليما وجيتهمبل وجفيتا وبحري وبيروت ورهي وغيرها، التي شهدت حرب استنزاف قوية في الحملة الصامتة، سلم مدير مديرية أسمات السيد عثمان آدم كأس هدية الاستقلال إلى مدير مديرية حلحل السيد قرماسيون أبراهام. واستقبل سكان مديرية حلحل كأس هدية الاستقلال بحفاوة كبيرة والرقصات الشعبية من بوابة ملبسو إلى موقع الاحتفال. وتوجه كأس هدية الاستقلال يوم 19 من مايو إلى مديرية حمل مالو مرورا بمنطقة عراتوخ الأثرية التي لها تشابه مع آثار عدوليس ومطرة وبلوكلو. وبعد مرورها باستقبال حافل من الشعب في الضواحي وأراضي جنجرين المعروفة بإنتاج الذرة والدخن والفول، سلم مدير مديرية حلحل السيد قرماسيون أبرحة الكأس لمدير مديرية حمل مالو السيدة عائشة علي نور في ضاحية لبنان. واحتفل بكأس الاستقلال لدى وصولها موقع الاحتفال بالطبول والرقصات والترحاب الكبير. وواصل كأس هدية الاستقلال رحلته اليوم إلى مختلف المواقع التاريخية والتنموية.
نظم الاتحاد الوطني للمرأة فعاليات مختلفة بمناسبة الذكرى 32 لاستقلال البلاد تحت شعار المرأة الإريترية تتصدى بفعالية وتنمي بجهدها. وافتتح مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف صايغ يوم 19 من مايو معرضا في المكتب المركزي للاتحاد الوطني للمرأة حول مسابقات التجميل التراثي والهيكل الثقافي للقوميات ومسابقات الفن التشكيلي. حضر المناسبة الوزراء وحاكم الإقليم الأوسط ومسؤولون آخرون وضيوف مدعوين، وقدم الجوائز للفائزات في المسابقات. سيكون المعرض مفتوحا حتى 21 من مايو. من جهة أخرى، نظم أعضاء قسم الجمارك في وزارة المالية والتنمية الوطنية حفلا ترفيهيا يوم 18 من مايو بمناسبة احتفالات أعياد الاستقلال. وذكر مسؤول قسم الجمارك العقيد سامي التسامي في المناسبة استثنائية عيد الاستقلال 32، داعيا العمال عامة والشباب العمال خاصة لتحمل المسؤولية والعمل المتفاني الأمين، لأن الاستقلال جاء بتضحيات كبيرة. شهد الحفل مختلف البرامج التي تزيد احتفالات الاستقلال الحفاوة. شاركت إريتريا في المنتدى الدولي الذي انعقد من الأول وحتى 12 من مايو في جنيف السويسرية حول إدارة الكيميائيات والنفايات. ونظم المنتدى الذي حوى 3 معاهدات دولية هي معاهدات ستوكهولم وروتردام وبازل. نظم بشعار إسراع الخطوات للوصول لهدف ضمان الحفاظ على الكيميائيات والنفايات. مثل إريتريا في المنتدى وفد برئاسة مدير إدارة البيئة والرقابة في وزارة الأراضي والمياه والبيئة السيدة أستير رادازجي، والقائم بأعمال السفارة الإريترية في سويسرا السيد آدم عثمان. وصادقت الدول الأعضاء في المنتدى على التخلص من 3 مواد كيميائية تحدث الأضرار الصحية الكبيرة على الإنسان والبيئة، ووضع 4 تعليمات فنية لإدارة النفايات الخطيرة. وأوضحت إريتريا موقفها الثابت لضمان سلامة البيئة، وظلت تقوم بمهام تساعد لإحلال أسلوب حماية آمنة من الكيميائيات والنفايات على مستوى البلاد. وذكرت بأنها وإيمانا منها بأن السلامة من الكيميائيات والنفايات الخطيرة ليست على مستوى البلاد وحسب، بل على مستوى القارة. لذلك أصبحت عضو من عام 2005 في المعاهدات الدولية ال3 وتسهم لإنجاحها. ووضعت معاهدة بازل لإدارة ومتابعة حركة النفايات الخطيرة العابرة للحدود، ومعاهدة روتردام للقيام بعملية التجارة الآمنة في التجارة العالمية للمواد الكيميائية المسجلة خطيرة على صحة الإنسان والبيئة، ومعاهدة ستوكهولم للحد من المواد الخطيرة المنقولة المخزنة لفترة طويلة وتحدث الأضرار الجسيمة على الإنسان والبيئة والتخلص منها إذا كان بالإمكان. اختتم في مدينة مندفرة أسبوع مدارس الإقليم الجنوبي المنظم بمناسبة عيد الاستقلال. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزجي كيداني في مراسم اختتام أسبوع المدارس المنظم من 12 حتى 14 من مايو، قال أن البرنامج ألقي ل3 سنوات بسبب وباء كورونا. اشتمل الأسبوع التعليمي على مسابقات المعلومات العامة والحوار والمسرح والفن التشكيلي والابتكار والاختراع والرقصات الشعبية والرياضة. وذكر المشاركون بأن الأسبوع ساعدهم لمعرفة الهوايات وتبادل التجارب ورفع القدرات والمعرفة. يقوم سكان أقرع التحات والعال في مديرية نعفة بإكمال الاستعدادات لاستغلال كل قطرة ماء في الزراعة. وتشكل الأنشطة الجارية منذ شهر أبريل حماية التربة وحفظ المياه وتمهيد الأراضي الزراعية وتدريجها وبناء الحواجز المائية وصيانة المجاري التحويلية للسيول. وأوضح السكان بأن إصلاح مساقط المياه وبناء الحواجز المائية والمدرجات والتسميد ضروري لرفع الإنتاج وضمان الغذاء.
مشاهدينا الأكارم، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم على الصعيد العالمي. نزح أكثر من 3000 شخص هذا الأسبوع وسط نيجيريا جراء اشتباكات مستمرة من أيام بين مزارعين ومربي ماشيات خلفت 85 قتيلا على الأقل في ظل تصاعد أعمال العنف في الأسابيع القليلة الماضية في أكبر بلدان إفريقيا سكانا. وتعرضت قرى عدة في إقليم مانج بولاية الهضبة إلى هجمات مسلحين بعد أسبوعين من توترات نتجت عن مقتل مزارع وعقبتها أعمال انتقامية بين مجموعات محلية. وقالت الشرطة إن قواتها انتشرت وأن الهدوء قد عاد، غير أن مصادر محلية قالت لوكالة الصحافة الفرنسية إضافة إلى النائب عن إقليم مانغو في البرلمان المحلي سولومون مارين إن المواجهات استمرت. وذكرت وكالة إدارة حالات الطوارئ في نيجيريا أن آلافا نزحوا وتضرر أو دمر أكثر من 700 منزل منذ بدء المواجهات في إقليم مانغ. تسلم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئاسة القمة العربية في دورتها 32 والتي انطلقت في مدينة جدة. وأكد بن سلمان في الجلسة الافتتاحية على عدم السماح بأن تتحول المنطقة العربية إلى منطقة الصراعات، وشدد على محورية القضية الفلسطينية. وأعرب بن سلمان عن أمله في أن تسهم عودة سوريا إلى الجامعة في دعم أمنها، مرحبا بحضور الرئيس السوري بشار الأسد هذه القمة. وبدأت أعمال القمة بكلمة رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن شدد فيها على الحرص على توحيد الصف العربي، مرحبا بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومثمنا جهود السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية. أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة ال7 عقوبات جديدة للحد من قدرة روسيا على مواصلة الحرب في أوكرانيا، وذلك مع بدء قمة المجموعة في هيروشيما باليابان. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية عزم واشنطن فرض عقوبات جديدة على روسيا خلال قمة مجموعة ال7 في هيروشيما باليابان. وقال المسؤول الأمريكي أن العقوبات الجديدة تهدف إلى تقييد وصول روسيا إلى المنتجات الضرورية لتعزيز قدرتها القتالية في ساحات المعارك. الخبر الأخير في هذه النشرة: قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بكين مستعدة لمساعدة دول آسيا الوسطى على بناء قدرات دفاعية، وأنها تهدف إلى تعزيز اتفاقات الاستثمار مع دول آسيا الوسطى. ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس الصيني قوله إنه يجب الحفاظ على سيادة وأمن واستقلالية دول آسيا الوسطى. وأكد شي أن آسيا الوسطى لديها الركائز والقدرات لتصبح مركزا مهما للتواصل بمنطقة أوروسيا. والاجتماع المنعقد في مدينة شيان الصينية الواقعة في أقصى شرق طريق الحرير وتشكل الرابط بين الصين وأوروبا عبر آسيا الوسطى هو الأول من نوعه منذ تأسست العلاقات الرسمية قبل 31 عاما بين بكين وهذه الدول بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يعود إلى البلاد مختتما زيارته الرسمية للصين. رؤساء الدول والحكومات يبعثون ببرقيات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال. كأس هدية الاستقلال يستقبل بحفاوة في حلحل وحمل مالو. عشرات القتلى وآلاف النازحين وسط نيجيريا في اشتباكات بين مزارعين. انطلاق أعمال القمة العربية 32 في جدة.
ومجموعة السبع تعلن عقوبات على روسيا وتبحث حماية الأقتصاد. سادتي سيداتي، نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.